صباح الفل يا صباح العسل الأبيض. ازاي نقول يا جماعة بدلا من؟ ازاي نقول بدلا من؟ الله، شكلها حلقة قوية جدا. أول حاجة عايز أعرف تكوين الجملة اللي أنا هقول فيها بدلا من. ازاي؟ أول حاجة هجيب شتت. يعني ايه شتت؟ يعني بدلا. تسو من، وبعد كده الفعل يجي فين؟ في المصدر. تاني، أول حاجة هجيب شتت، وبعد كده الفعل هيجي في المصدر وقبله zu. مثال اهو عندي: statt zum Arzt zu gehen geht er krank zur Arbeit. يعني بدل ما يروح للدكتور هو راح الشغل تعبان. بدل ما يروح للدكتور راح تعبان الشغل. يبقى جه هنا اهو وقبلها تسو، وهنا هيجي ايه بقى؟ اي حاجة، حرف جر ومجرور، مفعول به منصوب اللي هو الاكوزاتيف، وفي البداية هنجيب كلمة شتت. شتت تسو، شتت تسو، قاعدة شتت تسو اللي هي معناها بدلا من. ودي ليها تركيبة خاصة. ازاي؟ بجيب شتت والفعل في الاخر، اخر الجملة، في المصدر يا جماعة بالاي ان، وقبله ايه؟ تسو. المثال التاني: statt die Rechnung zu bezahlen geht er auf die Toilette. يعني بدل ما يدفع الفاتورة راح الحمام. احنا قلنا statt في الأول، وبعد كده بجيب اللي هو هنا دفع الحساب اللي هو بتسالن اهو، وقبله ايه؟ بحطه طبعا بتسالن في المصدر. سهل جدا، تركيبة خفيفة من أسهل قواعد البي اينس. وقبل الفعل في المصدر ايه؟ تو. قبل الفعل في المصدر بدلا من دفع الفاتورة. هي فاتورة يعني Rechnung، أداتها دي. statt die Rechnung zu bezahlen geht er auf die Toilette. قاعدة جميلة جدا والله يا خالد، دي عاملة زي باكل بسكوت. الله. طيب ما تجيب مثال تاني: بدلا من قراءة الكتب بيعمل ايه هو بقى؟ بيروح السينما. بيروح السينما. يبقى قاعدة شتات تسو. ليه قلنا شتات تسو؟ عشان شتات ببدأ بيها في الأول، وبعد كده الفعل في المصدر بالاي ان وقبله ايه؟ تسو. أظن بعد شرح القاعدة دي انت ممكن تعمل جملتين تلاتة دلوقتي. اكتب لي واحدة منهم في تعليق. تمام؟ يعني عايز اقول لك ايه بقى بالعربي؟ خلي بالك معايا. بدلا من مشاهدة التلفزيون بيقرأ الجريدة اهو. مثال اقوله بالألماني اهو: شتات تسو. تمام، يبقى شتات تسو. هحطها بقى في الجملة ازاي؟ Fernsehen يعني يشاهد التلفزيون. شتات Fernsehen liest er die Zeitung. تمام، بدلا من شرب الشاي عمل ايه؟ نام. بدلا من شتات تسو، بدلا من شرب الشاي، بدلا من شرب القهوة. statt، بصوا الاكوزاتيف اهو: statt einen Kaffee zu trinken schläft er. سهلة قوي. بدل ما يتعلم ألماني statt Deutsch zu lernen عمل ايه؟ lernt er Spanish. بدل ما يقعد على النت الله، ايه الجمل الجميلة دي اللي انا هعملها بقى ايه مع نفسي كده واكتب واحدة منها في تعليق: بدلا من الجلوس على الكمبيوتر statt im Internet zu surfen ايه عمل ايه بقى؟ lernt oder macht er die Hausaufgabe. بدل ما يقعد على النت ايه؟ عمل الواجب. تمام؟ متنسوش يا جماعة تدعموني لايك وشير وتعليق، عشان احنا بدأنا الحاجات الجميلة في القواعد. كان معاكم خالد النجار. بس zum nächsten Mal. تشوس يا وردة.